السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا كده يا امارات، النهارده هنعمل كده معاكم روتين بسيط في المطبخ. هنعمل البوتاجاز وننضفه عشان بقالي فتره ما عملتهوش. اول حاجه كده انا جايبه صابون، اللي هو الصابون بتاع المواعين ده، اللي هو الصابون السائل. ماشي كده يا امارات. هفضيه بقى في الجيركن. انا بحط الصابون في الجيركن ده. عامله بقى كده الجيركن نص ميه عشان اخفف بيه الصابون، عشان الصابون ده بيبقى تقيل. ماشي كده يا امارات. الصابون ده بيبقى حلو قوي على فكرة يا جماعة. ساعات بملى منه جيركن كبير برضو، 5 لتر، وبيقعد معايا فترة. عايزة في مرة ابقى اجرب بقى الصابون ان انا اجيبه واعمله في البيت ان شاء الله. يعني ابقى اعمله معاكم كده. حطيت نص الجيركن مية. هفضي دلوقتي بقى عليه الصابون. هفضي بقى كده في الوقت ده الصابون كده في الجيركن. الرغاوي اللي في المية دي طبعا عشان انا حاطه فيه صابون قبل كده. الصابون ده بيبقى تقيل قوي، تبقى ريحته بالليمون كده، بس بيرغي بيبقى حلو. انا بشطف ايديا طبعا مطرح الصابون عشان زي ما قلت لكم بيرغي جامد. واحط برضو شويه ميه في كده في الكيس وارجه، عشان في فواضل الصابون جوه الكيس. افضيها بقى في العلبه اللي انا بستعملها. وبعد كده بقى هغطي الجيركن اللي انا بزوده شويه ميه. هغطي الجيركن وارجه كويس، وبعد كده افضي شويه صابون بقى في العلبه عشان استعمله، عشان ما كانش عندي صابون خالص، فقلت بقى افضيه معاكم كده. احط شويه في العلبه طبعا عشان بستخدمها. واغطي بقى بقية اغطي الجيركن يعني. خلاص هشطف الحوض مطرح الصابون كده. بس هروح بقى على البوتاجاز. اوريكم بقى البوتاجاز بقى لي كام يوم كده ما عملتوش والله. ساعات يعني بيبقى الواحد تعبان او ببقى خارجه يعني، فما بفضلش ان انا اعمله. بس انا عموما ما بسيبوش يعني كتير، عشان يعني هو 3 ايام بالكتير قوي. عمري ما بسيبه يتبهدل خالص لدرجه ان الاكل ينزل عليه وينشف والكلام ده. هحوش هنا الحواوين بتاعه البوتاجاز والعيون. انا هتلاقي الاضاءة مش كويسة عشان كنت بصور بالكاميرا الامامية. بص هنا بقى جبت التليفون، بوريكم البوتاجاز. بص منظره عامل ازاي كده بالنسبة لي ده. يعني كده معفن معفن يعني، مع انه يعني معلهوش اكل ولا حاجات محرقة ولا الكلام. يعني عليه حاجات بسيطة، فتافيت، او مطرح مثلا بسخن مية، مطرح بسخن اكل ممكن ردة، مطرح لو سخنت عيش ولا حاجة يعني. برضك يعتبر كده انضف من بوتاجازات كتيرة قوي. انا بشوف بوتاجازات كتيرة قوي حرام متدمرة، يعني اصحابها ما بيهونش عليهم ينضفوها، بجد بتبقى محروقة. هنا كان ابني طبعا، معلش على التصوير، ابني كان قاعد وكان بيصورني، ابنه الصغير، معلش بقى على التصوير. ابتدي بقى حطيت كده الصابون، ومسكت بقى الاسبونشة دي او الليفة بتاعت اللي بغسل بيها. صبن بقى البوتاجاز كويس قوي. هدعكه بقى وحوالين العيون كده، ادعكها كويس عشان لو في اي حاجة لازقة تطلع وانا بصبنها. لو سمحتوا يا جماعة ويا امارات يا حلوين يا بنات يا ستات البيوت، يا ريت تنضفوا البوتاجاز بتاعكوا اول باول. ما تستنوش عليه شهر ولا شهرين عشان تنضفوه. مش هياخد من وقتكوا يعني 5 دقايق بالكتير قوي، بس في نفس الوقت هيبقى نضيف. حتى لو حد دخل عندك المطبخ ولا حاجة يشوف البوتاجاز يلاقيه نضيف، احسن ما تتراكم عليه الدهون وكل الحاجات والاوساخ بقى تلزق فيه وتبقى شغلانه، وبيبقى منظر البوتاجاز مش لطيف. يعني يبقى حاجه تكسف لو حد دخل عندك المطبخ وشاف بوتاجازك بالمنظر ده، لان طول ما البوتاجاز نضيف يبقى مطبخك نضيف. هي معروفه كده، بوتاجاز نضيف المطبخ كله يبقى نضيف. لان طبعا اللي بيبهدل منظر المطبخ البوتاجاز والمواعين.
انا معلش طبعا، زي ما قلت لكم ابن اللي بيصور، فما تاخدوش بقى في بالكم الحته دي. بشطف الفوطه كده عشان انضف البوتاجاز. بشكر يا جماعه كل اللي دخل اشترك عندي في القناه، بشكركم من قلبي والله بجد. ربنا يبارك لكم يا رب. بشكركم يعني من قلبي ان انتوا دخلتوا دعمتوني كده واشتركتوا عندي في القناه. متشكره لكم قوي يا حبايبي، اذا كان بقى من داخل مصر ولا من خارج مصر. متشكره لكم قوي. نشف بقى كل الصابون كده اللي على البوتاجاز وحوالين العيون، عشان يبقى زي الفل كده ونضيف وبيبرق. اشطف الفوطة كمان مرة. ابني لازق الكاميرا في الاسدال اللي انا لابساه، مش عارفة في ايه. معلش، كل ده هيتظبط ان شاء الله باذن الله. دي بقى كده خلاص كده بمسح المسحة الاخيرة كده نضفت. خلاص كده، وبدخل ايديا برضو في الفواتح بتاعة عيون البوتاجاز عشان لو فيها صابون، فيها بواقي اكل ولا حاجة، يطلع في قلب الفوطة. لازم تنضفي البوتاجاز كويس. هو في الوقت ده ابني كان بيصورني وهو قاعد على الكرسي، مش عارفة ما قامش وقف ليه. يعني ساعات يصور الجزء اللي فوق ما يجيبش وشي، ساعات يصور البوتاجاز، مش عارفة. خلاص كده نضفت من كل الصابون. هجيب بقى فوطة كده بعد ما شلت كل المية والصابون، هجيب فوطة ناشفة كده وانشف بيها. انا بحب انشف البوتاجاز اوي بعد ما اغسله عشان ما يبقاش على الاستانلس مية. نضف حوالين العيون، وبرضو هنا في الحتة اللي فيها الفونيا دي بنشفها كويس. اي لو في حاجة لازقة حاجة كده انا ما خدتش بالي منها بتطلع في قلب الفوطة دي. بس هنا كان في فتافيت كده لازقة مع اني نشفت وكده، بس برضو ممكن تكون كانت حاجة ناشفة والمية بوشتها فطلعت. خلاص كده البوتاجاز بقى قشطة، بقى زي الفل. ماشي كده يا امارات. كده بقى اجيب خلاص العيون البوتاجاز بقى. انا عيون البوتاجاز عندي كانت نضيفة، همسحها بس مسحة كده مطرح التراب، وريتها لكم اهي نضيفة زي الفل. لو اي وقت بعمل اكل او بعمل اي حاجة او قهوة واتدلقت على عين البوتاجاز، بعملها في ساعتها، بمسك عين البوتاجاز وانضفها في ساعتها. استحالة اخلي عين البوتاجاز تبات لتاني يوم وهي عليها فضلات اكل او بقى اي حاجة او محروقة، لا، ما عنديش انا الكلام ده خالص. هبقى اجيب برضو بكرة فويل عشان اغير بقى الفويل بتاع العين دي والعين دي، عشان دول انا مش بستعملهم، فمغطياهم بالفويل عشان يفضلوا محافظين على نظافتهم. فهو ادم اول فويل عليهم، ابن الله يبارك له يعني الصغير جاب اخر حته في بكره الفويل ومسكها كده برمها على بعض كشكشها، عملها زي الكرة وقعد يلعب بيها هو والقطط. كانت اخر حته عندي يعني، كنت مخليها عشان اعمل بيها العيون دي، غير بيها العيون، افرشها يعني عليها وكده، عشان زي ما قلت لكم بتحافظ على عيون البوتاجاز. بصوا بقى البوتاجاز بقى قشطه ازاي، بقى زي الفل. ما خدش مني 5 دقايق على طول وانا واقفه كده نضفت على طول. اهم حاجه في المطبخ البوتاجاز بتاعك يبقى نظيف. ماشي كده يا امارات. في الوقت ده بقى ايه، هروح عشان اصب الرخامه. هنا على الرخامه بقى بص بوريكم بطاطس بتاعت القطه بتاعتي عينه، سلقتلها كده بطاطس عشان مش تاكل، وقلبتها لها كده في معلقه شوربه بتاعت الفراخ عشان اعرف ايه اديها لها بالسرنج عشان هي رافضه الاكل. بعملها معامله الاطفال يعني. بص هنا بقى الدكتوره كتبت لها على النقط دي عشان ودانها طلعت فيها التهابات جامده قوي وانا ما كنتش اعرف، وده دواء للاسهال عشان برضو كانت واخده برد وعندها اسهال، عشان هما ساعات بيناموا على الارض وكده. ماشي خلاص كده بقى شلت الدواء. انا حاطاه طبعا معلقه في المطبخ عشان يبقى قدامي وافتكره. في مضاد حيوي تاني بس الدكتوره كاتبهولي، بس انا شايلاه في التلاجة عشان ما يبص. همسك بقى رخامة المطبخ ده لازم تتصبن كل يوم. انا على طول بمسحها اول باول على طول، يعني ايديكي فيها كده اول باول تبقى زي الفل. بس كده بقى دعكها دعكة حلو كده بالسبونجة دي.
السبونشة دي بتعجبني قوي زي ما قلت لكم قبل كده، عشان فيها سلك، منها سلك ومنها ليفة يعني، الاتنين في واحد. خلاص كده غسلتها. هنشف بقى في الفوطة بتاعتي. انا بعشق الفوطة دي عشان حلوة جدا، بنضف بيها كل حاجة في المطبخ. هنا كنت بظبط بس الكاميرا. خلاص كده الرخامة بتاعتنا بقت زي الفل. طبعا هشطف الفوطة وارجع امسحها كمان مرة، عشان لو فيها بواقي صابون ولا حاجة ما ميبقاش فيه يعني على الرخامة بواقي صابون، لازم تنضف تبقى زي الفل. ماشي كده يا امارات. انا بقى كان جوزي جايب لي كده بتاع اكتر من نص كيلو ليمون من السوق. انا عموما لما باجي اشتري الليمون يا جماعه بشتري الاخضر عشان بيقعد عندي فتره. لقيت جوزي جايب لي الليمون اللي هو الكبير ده ولونه مصفر، فطبعا ده لو قعد في التلاجة 3 4 ايام هتلاقيه باظ. فروحت مسكته بقى سلقته 3/4 سلقه كده. وبعد كده بقى نقعته 3 ايام، وكده خلاص عدى ال3 ايام منقوع في الميه. كل شويه بغير له الميه، يعني ممكن اغير له الميه مرتين 3 في اليوم، عشان المرارة بتاعته دي تروح في المية دي وادلق المية. تغيري له المية، تنقعيه 3 ايام، لمدة 3 ايام تغيري له المية الصبح وبالليل، او ممكن تغيري له المية 3 ايام لا 3 مرات في اليوم بس. وجبت بقى بطرمان كده، هو طلع كبير شوية بس مش اشكال. احط فيه الليمون كده بعد ما صفيته من المية وشطفته. خلاص كده فضيته في البطرمان بقى. هو البطرمان ده كان يشيل بتاع حوالي 2 كيلو ليمون او كيلو ونص. وهحط بقى ميه كده في العلبة مطرح ما كنت نقع فيها الليمون. اجيب بقى ملح، احط ملح واحط خل، واحط برضو رشة شطة وشوية صغيرين من الكركم. الكركم ده بيخلي الليمون كده اللون بتاعه مصفر حلو، والمية بتاعته بتبقى لونها حلو. احط 3 معالق ملح كبار، اي ملح خشن بقى ناعم، اي ملح. واحط معلقة خل، 3 معالق، معلقة خل صغيرة، لان احنا الليمون فيه مزازة مش هنحتاج ان هو يبقى مزز زيادة عن اللزوم. ادي رشة الشطة. كان ليا فيديوهات قديمة قبل كده عملت فيها الزيتون المخلل، وعملت فيها الليمون اللي هو فيه عصفر وحبة البركة. حطيت كده رشة الكركم، وهدوب بقى الملح، اقلب بقى كده لغاية ما الملح يدوب. ماشي كده يا امارات. ما تنسونيش يا امارات بالله الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، عشان اي فيديو جديد بنزله يوصلكوا على طول. خلاص كده بقى نزلت المية كلها بعد ما دوبت بقى الكلام ده كله مع بعض. بصوا بوريكم شكلها. شايفين الكركم ادى المية لون حلو ازاي مع رشة الشطة. وغطي بقى البطرمان. وكده يا امارات بقى كده الفيديو بتاعي خلص. مع السلامة.